نفس المشكله عند البراند ده والبراند ده والبراند ده، كلهم عندهم نفس المشكله، وهي ان البراندز الكبيره دي بادئه من زمان جدا، كان سعرها كويس، ولما كبرت الاوبريشنال كوست عندها زادت جدا وتضخمت بشكل مرعب، فاضطروا يعلوا الاسعار. فلما بقى سعره غالي وفي نفس الموسم يظهر براند تاني صغير بس بيعرف يبيع نفس الحاجة بسعر احسن، البراند الكبير السيلز بتاعته بتقع. نفس المشكلة بنشوفها كل موسم بيحصل نفس المشكلة مع براندات. بتيجي براند كبير، انا بستغرب ازاي براند بالحجم ده مش عارف يبيع بقى اكتر من 2 مليون مثلا، مش عارف يعدي ال 2 مليون، او مبيعاته كانت 4 مليون فضلت تنزل 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 لحد 2 مليون. ليه؟ عشان بيدخل معاه براند بيبيع نفس الحاجة بتاعته بالظبط، بس هو عشان لسه بادئ وما عندوش اوبريشنال كوست اسعاره بتبقى قليلة. فالاودينس اللي كان بيشتري من البراند الكبير ده كله بقى يشتري من البراند الصغير اللي اسعاره احسن. وده اكبر دليل ان مفيش كاستمر لويالتي في مصر. الكونسيومر المصري ولاؤه للارخص مش للي بيقدم براندنج ولا بيقدم كواليتي احلى. لا، هو كلنا الكونسيومر المصري بقى عارف ان كله عنده نفس الكواليتي، هي البيس اللي عند ده هي البيس اللي عند ده. المشكله ان سوق الاونلاين في مصر شبه عريان، يعني الناس كلها كاشفه بعضها، انا عارف ده بيبيع بكام وده بيبيع بكام وده بيبيع بكام، ومجرد ما الاد بتاعك بيظهر للكونسيومر هيظهر الادز بتاعت الكومبيتيتورز بتوعك، ولو بيبيعوا بسعر ارخص منك هيشتري من الارخص. فلو انت براند كبير، قبل ما تاخد اي قرار بسبب ان انت عندك دروب في السيلز راجع اسعارك.